في وسط الصحراء تقوم مجموعة من الفتيان بحفر حفر في الرمال تحت أشعة الشمس الحارقة. فجأة تظهر أفعى مجرسة في الجوار، ويقرر فتى لم يعد يتحمل التعب الشديد خلع حذاءه لكي يلمس الأفعى ليلقى حتفه في الحال. قبل أن نكمل هذه الأحداث المثيرة، اذكروا الله وصلوا على النبي في التعليقات بنية الفرج، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وفي هذه الأثناء في المدينة كان ستانلي يلناتس الرابع يسير في الشارع عندما سقط حذاء فجأة من السماء على رأسه وأسقطه أرضا. ونظرا لأن والده يعمل على ابتكار علاج لرائحة القدم الكريهة، يقرر ستانلي أخذ الحذاء إلى المنزل، لكن الشرطة تحاصره في تلك اللحظة. هذا الحذاء يخص لاعب بيسبول مشهورا وقد سرق من حفل خيري، لذا يعتقد رجال الشرطة أن ستانلي هو السارق. تأخذه الشرطة لرؤية والديه، ويلاحظون على الفور أشياء مشبوهة. فوالده ستانلي الثالث يملك شقة مليئة بعشرات الأحذية القديمة، وستانلي الرابع لديه ملصقات لنجم البيسبول على جدران غرفته. وباعتبار هذا دليلا ضده، يعرض ستانلي على المحكمة، حيث يخير بين خيارين: السجن أو قضاء 18 شهرا في مخيم البحيرة الخضراء جرين ليك. يختار ستانلي المخيم بالطبع، وخلال الرحلة لا يسعه إلا التساؤل عما إذا كان هذا الحادث جزءا من لعنة عائلته التاريخية. تعبر الحافلة صحراء شاسعة مليئة بالحفر، ولثانية يظن ستانلي أنه يرى تاجرا مع بغله، لكن يبدو أن الأمر مجرد سراب وخيال. يصل أخيرا إلى بلدة صغيرة مظللة مليئة بالفتيان الذين يرتدون زي السجن. يلتقي ستانلي بمساعد المديرة السيد سير، الذي يجد اسم ستانلي مضحكا. يشرح الفتى أن اسم عائلته يلناتس هو عكس اسمه الأول ستانلي، وأن تسمية الأبناء باسم ستانلي أصبحت تقليدا في العائلة. لكن السيد سير لا يهتم، ويبدأ في شرح القوانين الصارمة للمكان. لا يحتوي المخيم على أبراج مراقبة أو أسوار، لأنه لا يوجد سوى الصحراء الممتدة لمئات الأميال دون مصدر واحد للمياه، لذلك لا يجرؤ أحد على الهروب. يحصل ستانلي على مجموعتين فقط من الملابس ومجرفة، والتي ستستخدم لحفر الحفر. يجب على ستانلي كل يوم حفر حفرة بعمق 5 أقدام وقياسها بالمجرفة. كلما استغرق وقتا أطول في الحفر، كلما بقي لفترة أطول تحت أشعة الشمس الحارقة. كما يتعين عليه الحذر لتجنب الأفاعي والسحال ذات البقع الصفراء، لأن لدغتها قاتلة فورا. بعد ذلك يلتقي ستانلي بمرشد المخيم الدكتور بندانسكي، الذي يأخذه في جولة ويخبره أن القاعدة الأولى والأهم هي عدم إزعاج المديرة أبدا. يطلب بندانسكي من الفتيان الآخرين أخذ ستانلي إلى مكان نومه، ويلاحظ ستانلي أن الفتيان لا ينادون بعضهم البعض إلا بالألقاب التي اكتسبوها هنا. أصغر الفتيان هو زيرو صفري، والذي سمي بذلك لأنه لا يتحدث أبدا. يتناول ستانلي العشاء وهو مجرد فاصوليا مطبوخة بطرق مختلفة. يسرق أحد الفتيان الملقب بإكس راي بعض طعامه، مدعيا أنه يستحقه أكثر لأن ستانلي لم يحفر اليوم. يسأل الفتيان ستانلي عن سبب إرساله إلى هنا، وعندما يجيب بأنه اتهم بسرقة حذاء شهير، يصدم زيرو الجميع بسؤاله عما إذا كان الحذاء يحتوي على علامة النجوم. وبينما يؤكد ستانلي ذلك، يتذكر جزءا من المحاكمة حيث أوضح نجم البيسبول أنه نشأ في دار أيتام، ولهذا السبب تبرع بالأحذية للجمعية الخيرية، واصفا ستانلي باللص العديم الرحمة. في وقت متأخر من المساء لا يستطيع ستانلي النوم، ويتذكر أن جده يزعم أن العائلة ملعونة، ولهذا السبب لا ينجح والده أبدا في اختراعاته. حتى جده الأكبر لم يكن محظوظا، فقد صنع ثروة في سوق الأسهم، ولكنه سرق من قبل مجرمة سيئة السمعة تعرف باسم كيت القبلات. حصلت على هذا اللقب لأنها كانت تقبل ضحاياها بعد القضاء عليهم، تاركة أثر أحمر الشفاه على وجوههم. ومع ذلك لم تقتل جده، بل أخذت صندوق كنزها وتركت الجد تائها في الصحراء. في صباح اليوم التالي يستيقظ الفتيان بينما لا يزال الظلام دامسا لبدء العمل الشاق. عندما يصلون إلى موقع الحفر، يشرح السيد سير لستانلي أنه إذا وجد أي شيء مثير للاهتمام أثناء الحفر فيجب عليه الإبلاغ عنه، وإذا أعجب المديرة فقد يحصل على يوم إجازة. ومع ذلك يدعي السيد سير أنهم لا يحفرون بحثا عن شيء معين، بل فقط لتعديل سلوكهم وبناء شخصياتهم. يبدأ جميع الفتيان في العمل، وبينما يعمل ستانلي في حفرته يفكر في اللعنة مجددا. كان سلفه القديم إيليان يعيش في قرية، ووقع في حب فتاة تسمى مايرا. زار العرافة المحلية مدام زروني ليتعلم كيف يكسب قلب الفتاة،
لكن زاروني نصحته بأن ينسى الفتاة ويسافر إلى أمريكا ليبحث عن قدره. لم يستسلم إيليا، فعادت زاروني وأشفقت عليه وعلمته حيلة. كان على إيليا أن يحمل خنزيرا صغيرا إلى قمة الجبل كل يوم ليشرب من الجدول المائي بينما يغني إيليا له نغمة خاصة. سيصبح إيليا أقوى وسيكبر الخنزير حتى يصبح أثمن مهر يقدمه لوالد الفتاة. وكان الشرط أنه بعد تسليم الخنزير يجب عليه العودة وحمل العرافة زروني إلى الجبل لتشرب هي أيضا، وإذا فشل في ذلك ستقع لعنة أبدية عليه وعلى جميع أفراد نسله. اتبع إيليا الخطوات حتى أصبح الخنزير ضخما، لكن والد الفتاة ترك لها خيار اختيار من تتزوجه بينه وبين شاب آخر. الفتاة لم تستطع اتخاذ قرارها واقترحت لعبة حظ لتقرر، فشعر إيليا بالإهانة الشديدة وقرر مغادرة البلاد فورا نحو أمريكا. لكن لسوء الحظ في زحمة الأحداث نسي تماما أن يأخذ مدام زروني إلى الجبل قبل مغادرته، فحلت اللعنة على العائلة كما وعدت العرافة. بالعودة إلى الحاضر يتوقف السيد سير بشاحنته لملء مطهرات الفتيان بالماء. أول من أنهى العمل كالعادة هو زيرو، وهو حافر سريع جدا. وعندما ينتهي ستانلي أخيرا من حفرته يعود إلى البلدة ليجد السيد سير يوجه بندقية نحوه، لكنه في الواقع كان يطلق النار على سحلية قاتلة ذات بقع صفراء كانت تقترب من ستانلي. تبدأ الأيام في المرور، ويبدأ ستانلي في الاعتياد على روتين المخيم القاسي. يحافظ ستانلي على هدوئه لتجنب المشاكل، وعندما يكتب رسالة لوالدته يكذب عليها ويقول إنه يقضي وقتا رائعا في مخيم صيفي عادي حتى لا يقلقها. ذات بعد ظهر يكتشف ستانلي أحفورة ويحضرها للمرشد، ومع ذلك يخبره أن المديرة لا تهتم بالأحافير، كما يخبره أنه كانت هناك بحيرة عظيمة في هذه المنطقة قبل 100 عام، وأن الأرض المحيطة بها كانت ملكا لعائلة المديرة. يثير هذا ذكريات الماضي التي توضح كيف كانت البلدة حيوية ومزدهرة في القديم. كان هناك تاجر طيب يدعى سام يبيع البصل الرائع، والذي زعم أنه يشفي الأمراض ويطرد السحالي القاتلة. كان سام معجبا بمعلمة المدرسة المحلية كاثرين، وكان يحضر لها دائما البصل لتمنحه في المقابل جرة من الخوخ اللذيذ. وفي أحد الأيام تطوع سام لإصلاح سقف المدرسة، وسمح له هذا بقضاء المزيد من الوقت والتقرب منها. في النهاية تبادلا قبلة غير مدركين أن أحد أثرياء البلدة المرفوضين رآهما وسارع بنشر الخبر لإثارة الفتنة. وفي غضون ساعات تجمع رجال البلدة وأحرقوا المدرسة كعقاب لهما. حاولت كاثرين الاستنجاد بالشريف، لكنه كان فاسدا وسخر منها، مهددا بإعدام سام لأن القوانين آنذاك تمنع ارتباطهما. ركضت كاثرين وهي مرعوبة لتحذير سام، لكن الأوان كان قد فات، حيث أطلق رجال البلدة النار عليه وهو في قاربه. بعد مرور بعض الوقت عادت كاثرين واقتصت من الشريف، ثم غادرت البلدة وأصبحت الخارجة عن القانون الشهيرة باسم كيت القبلات. وبالعودة إلى الحاضر يقترب الفتى إكس راي من ستانلي ويخبره أنه في المرة القادمة التي يجد فيها أي شيء يجب أن يعطيه له ليستفيد من الإجازة. لاحقا يتلقى ستانلي رسالة من والدته تخبره أن تجارب والده لعلاج الأحذية لا تزال تفشل، وأنهم قد يطردون من منزلهم قرويا. لو وصلتم معي إلى هذه اللقطة اكتبوا رقم 5 في التعليقات لأعرف الأساطير المتابعين معنا، واضغطوا زر اللايك. يلاحظ زيرو أن ستانلي يقرأ الرسالة ويعترف له بأنه لم يتعلم القراءة والكتابة قط، ويطلب منه أن يعلمه، لكن ستانلي يرفض في البداية بسبب تعبه الشديد. خلال جلسة حفر أخرى يفاجأ ستانلي باكتشاف أنبوب معدني صغير ذهبي اللون يحمل الحرفين كيبي. يأخذ إكس راي هذا الجسم فورا ويسلمه للإدارة. بمجرد أن تراه المديرة تأتي إلى الموقع فورا، ويتضح أنها امرأة قوية وصارمة جدا. تمنح إكس راي يوما كاملا كإجازة، وتأمر بقية الفتيان بالتنقيب المكثف في المنطقة المحيطة بحفرته. يعمل الفتيان بجهد مضاعف لعدة أيام، لكنهم لا يجدون شيئا، لأن الموقع الحقيقي للاكتشاف كان حفرة ستانلي وليس إكس راي. سرعان ما تستسلم المديرة ويعود الفتيان إلى روتينهم. في اليوم التالي يسرق أحد الفتيان كيس بذور من شاحنة السيد سير، وتنسكب البذور بالصدفة عند قدمي ستانلي. عندما يكتشف السيد سير السرقة يقوم ستانلي بحميات صديقه ويتحمل المسؤولية كاملة، مما يصدم الجميع. يأخذه السيد سير إلى مكتب المديرة من أجل العقاب. هناك تظهر المديرة طلاء أظافرها الخاص
الذي تصنعه من سم الأفاعي، وبدلا من معاقبة ستانلي تقوم بصفع السيد سير بقوة لأنه أضاع وقتها بسبب كيس بذور، وتعيد ستانلي إلى العمل. عندما يعود إلى الرفاق يرى فيه الفتيان بطلا شجاعا، ويجد أن زيرو قد حفر حفرته نيابة عنه كشكر له. تقديرا لهذا الموقف يوافق ستانلي أخيرا على تعليم زيرو القراءة والكتابة. وبينما يتذكر ستانلي الحرفين كيبي على الأنبوب الصغير يدرك أنه قلم أحمر الشفاه الخاص بكيت القبلات. تظهر لقطة من الماضي أن كيت بعد أن سرقت الكنز من جده الأكبر قامت بدفنه في مكان ما في هذه البحيرة التي جفت تماما بعد مقتل التاجر سام، وماتت كيت دون أن تكشف عن مكانه. ولهذا السبب تقوم المديرة، وهي من نسل أعداء كيت، بإجبار الفتيان على الحفر للبحث عن هذا الكنز المفقود. بالعودة إلى الحاضر يكشف زيرو لستانلي أن اسمه الحقيقي هو هيكتور زروني، مما يعني أنه الحفيد المباشر للعرافة مدام زروني. ونظرا لأن زيرو يساعد ستانلي في الحفر مقابل دروس القراءة، يبدأ الفتيان الآخرون في الشعور بالغيرة، وتندلع مشاجرة كبيرة بينهم. يتدخل المشرفون بعنف، ويسخر بندانسكي من زيرو واصفا إياه بالغباء، مما يجعل زيرو ينفجر غضبا ويضرب بندانسكي بالمجرفة، ثم يهرب هائما في الصحراء القاتلة. تقرر المديرة عدم ملاحقته وحذف ملفاته تماما وكأنه لم يكن له وجود. لا يستطيع ستانلي التوقف عن القلق على صديقه، ويتذكر قصة جده الذي نجا في الصحراء بعد العثور على ملجأ فوق جبل يدعى إبهام الله. في اليوم التالي يقرر ستانلي المخاطرة، فيسرق شاحنة المشرف ويهرب بها، لكنه يرتطم بحفرة ويضطر لترك الشاحنة والركض على قدميه في الصحراء الشاسعة بحثا عن زيرو. تحت أشعة الشمس يواصل ستانلي المشي حتى يجد قارب سام القديم مقلوبا في وسط الرمال، ويجد زيرو تحته حيا لكنه مريض جدا. لقد نجا زيرو بفضل تناول مربى الخوخ القديم المتبقي في الجرار تحت القارب منذ 100 عام. يلاحظ ستانلي جبلا في الأفق يشبه إبهام اليد المرفوع، فيدرك أنه الجبل المقصود. يبدأ الصديقان في تسلق الجبل برغم الإنهاك الشديد، وعندما يسقط زيرو ويفقد وعيه بسبب الإعياء يرفض ستانلي تركه، ويقوم بحمله على ظهره وصعود الجبل به حتى القمة، تماما كما كان يجب على سلفه أن يفعل مع العرافة زروني قبل 100 عام. عند القمة يكتشف ستانلي جدول ماء عذب وحقل بصل بري، يشربان ويأكلان وتعود لهما الحياة. وفي تلك اللحظة رفعت اللعنة التاريخية عن العائلة تماما. وفي نفس الوقت في المدينة ينجح والد ستانلي أخيرا في اختراع علاج رائحة الأقدام ويصبح ثريا. يكشف زيرو لستانلي عن سر خطير، هو من سرق الحذاء المشهور من دار الأيتام لأنه كان بحاجة لحذاء، ولما طاردته الشرطة رماه فوق الجسر ليسقط بالصدفة البحتة على رأس ستانلي. ستانلي لا يحزن، بل يرى أن القدر هو من جمعهما ليكونا صديقين. يقرر الصديقان العودة للمخيم ليلا لاستعادة الصندوق من الحفرة الحقيقية قبل الهروب نهائيا، وبالفعل ينجحان في استخراج الصندوق، لكن المدير ورجالها يحاصرونهم فورا. وفجأة تخرج عشرات السحال السامة وتغطي جسدي ستانلي وزيرو، لكن الغريب أنها لا تلدغهم أبدا، لأنهم أكلوا الكثير من البصل البري الذي تطرد رائحته السحالي. في الصباح تصل محامية ستانلي ومعها الشرطة بعد إثبات براءته من سرقة الحذاء. تحاول المديرة ادعاء أن الصندوق ملك لها، لكن زيرو يشير إلى اسم ستانلي ييلناتس المحفور بوضوح على الصندوق، مما يثبت ملكية عائلة ستانلي له. يتم كشف جرائم المديرة والمشرفين واعتقالهم جميعا، وفي تلك اللحظة السعيدة تمطر السماء فوق المخيم لأول مرة منذ عقود. يفتح ستانلي وزيرو الصندوق ليجدا ثروة هائلة من المجوهرات والأسهم المالية. يتقاسمان الثروة بالتساوي، ويقوم زيرو باستئجار محققين للعثور على والدته، ويلتم شملهما في مشهد عاطفي رائع. يغلق المخيم للأبد، وتتحول حياة الصديقين إلى رغد وهناء، ليثبت القدر أن كل التفاصيل كانت مترابطة منذ البداية لإنهاء اللعنة وتحقيق العدالة. إلى هنا تنتهي رحلتنا الرائعة والمشوقة. إذا أعجبتكم هذه النهاية المفيدة لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، واكتبوا لي في التعليقات سبحان الله تعبيرا عن إعجابكم بالقصة. نلتقي في الملخص القادم بإذن الله.